هلو حبايبي، بدكم تاكلوا دجاج صحي خفيف وظريف زي هاد؟ تعالوا قلكم شو الوصفة. يلا، بنجيب دجاجة حسب ما انتو بدكم، كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، بس انا بفضل تبقى دجاجة صغيرة عشان تبقى طرية. يعني هاي تقريبا 1200 كيلو. بنقطعها بهذا الشكل. بنجيب صينية تيفال، بنحطها، بنرتبها وبنصفتها بهذا الشكل. بنجيب قرعة توم، بنقشر نصها مو كلها، وبنفرمها ناعم ناعم وصغير زي هيك. ناخد التوم وبنحطه فوق صينية الدجاج، وبنجيب باقي المكونات. ملعقة صغيرة مليانة فلفل أسود ناعم، وملعقة صغيرة مليانة كزبرة ناعمة مطحونة، ربع ملعقة قرفة. الملح حسب الرغبة، يعني بحدود ملعقتين مليانين صغار. أنا رح حط ملعقتين، في ناس ممكن بتحب الأكل مالح وفي ناس بتحبه عادي معتدل. حطينا الملح، خلطنا المكونات البهارات مع الدجاج، وبنجيب نص كاسة مي صغيرة مش أكتر، وبنحطها بين الفراغات في الصينية. ما بنحطها على الدجاج على طول علشان ما يروح البهارات عنها. بنغطي المكونات وبنحطها على الغاز، بنخليها تغلي تستوي لمدة 40 دقيقة. هلأ بنشوفها، نشوف شو أخبارها. هلو يا جاجي، كيفك؟ أوه، شكلها كتير حلو، مستوية وطرية. ما أقولكم الريحة بتشهي. بنصحكم تجربوها لأنها صحية، ما فيها ولا زيت ولا سمنة ولا أبدا. حتى لما بتتسلق هيلثي وبتبقى كتير طرية وطيبة. بنحضر صينية الفرن، بنحط عليها ورقة سانيتا بهذا الشكل. طبعا بنكون احنا طفينا النار تحت الدجاج، وبنشيله من المي، بنصفطه في الصينية هاي زي ما انتو شايفين. بنشغل الغاز من فوق الفرن، فرن الغاز بنشغله من فوق بس، وبنحط الصينية لحد ما تستوي وتصير بهذا الشكل. يامي يامي، بتشهي. الوصفة في آخر الفيديو. صحتين، تشاو.